وصل واستقم في الدجى وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كل ما شاء فعل ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ميل أول آخر ليس له منتهى جل ما له شريك ولا له مثل بعد لطفك بنا يلا افعل بنا كل ما أنت له يا إلهي يا هل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل بحال المصطفى مع شديد القوى واسألك بالذي دفع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، اليوم بدعوة كريمة من طرف جمعية جزائر الخير مكتب مرسى الحجاج بالأخ عاصد الحبيب، كنا اليوم برفقة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي وكل أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكل أعضاء الجمعية بالإشراف وبتكريم حفظ القرآن وأهل القرآن وما أدراك ما أهل القرآن. اليوم كانت مبادرة طيبة من هذه الجمعية لتكريم هذا الفرسان، هذه جيل المستقبل، لحمل هذه الأمانة، أمانة القرآن. وكذلك بالمناسبة أتقدم بالشكر إلى جميع الفاعلين في هذه البلدية، خاصة من المجلس الشعبي البلدي لمرسى الحجاج وكذلك لكل الناشطين في هذه الجمعية. نتمنى إن شاء الله يكون لها يعني بعد هذه الطبعة السادسة تكون هناك طبعات أخرى العام القادم إن شاء الله، وتكون على مستوى دائرة بطيوة إن شاء الله. مشكورين على هذه الدعوة. دائما الجزائر فيها الخير، بلدية مرسى الحجاج فيها الخير، ولا دائما من هذا المقام نتمنى دائما وأقول يجب أن تتكاتف جميع الجهود خاصة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالأخوة والمحبة في هذا الشهر، شهر رمضان، في هذه الليالي الكريمة، هذه ليلة القدر التي نشهدها وبهذه النسمات الروحانية. إن شاء الله نتمنى كل الخير لبلدية مرسى الحجاج وكل الساكنة. أتمنى كذلك وبقرب أيام هذه العيد الفطر إن شاء الله القادم، ما بقناش أيام، فقط أيام، أتقدم بكل التهاني والتبريكات لساكنة مرسى الحجاج الذين أتمنى لهم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر كل من قام بهذه المبادرة تاع ناس الخير، جمعية ناس الخير لتكريم حافظ القرآن. ونعلم باللي ثاني كانت هذه الجمعية كانت دايرة مائدة إفطار على مائدة إفطار. ثاني نشكرهم على النشاطات اللي قاموا بها، ونشكر سي النائب إدارة الكلمة اللي دارها سي النائب. نشكر كاع الحضور اللي حضروا معنا هذه الجلسة المباركة لتكريم حافظ القرآن. ونشكر كاع الناس القيمين، الناس اللي قامت مع الجمعية وسكان مرسى الحجاج والدائرة والولاية والجماعة كاع اللي كانوا مساهمين في هذه المبادرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كان عندنا حفل مبارك وحفل ختامي لمسابقة تاج القرآن الكريم اللي قامت به جمعية جزائر الخير مكتب بلدية مرسى الحجاج، وكان نتيجة لمجموعة من النشاطات الثقافية التربوية، بادئا بفتح مطعم لعابر السبيل وتوزيع الملابس العيد، وختامها كان اليوم بحضور السلطات المحلية السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، ممثل عن المجلس الشعبي الولائي السيد فضيل معظم مسؤول المدارس القرآنية، السيد النائب البرلماني شرشر رشيد، ومجموعة من المنتخبين المحليين. الحمد لله كانت الاحتفالية في المستوى، كانت تغطية صحفية، ومشكورين الأخوة الصحفيين على هذه التغطية. الحمد لله هذا ضمن النشاطات اللي كانت تقوم بها البلدية لمدة سنوات، والحمد لله كل مرة وراهي الطبعة السادسة تقوم بهذه المسابقة وكانت في المستوى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا جمعية جزائر الخير مرسى الحجاج عندنا نشاطات طيلة السنة، ونكتفوا النشاط أكثر في خاصة في شهر رمضان المبارك. من أبرز النشاطات عندنا مطعم الخير، وهو تقديم وجبات ساخنة للعابر السبيل بصفة قليلة للمحتاجين. وعندنا مسابقة تاج القرآن مسابقة تاج القرآن والمائدة اليتيم، نديروا مائدة على شرف الأيتام. هذه بصفة عامة النشاطات، أبرز النشاطات في شهر رمضان المبارك. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر أولا قناة تلفزيونية قناة الشرق وقناة الانتصار على تغطيتهم لنشاط الجمعية جزائر الخير. هذه الجمعية التي عودتنا دائما في كل مناسبة، في خاصة في شهر رمضان المبارك، أنها حاضرة بأعمالها الخيرية. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا التلميذة غضاب بشرى المتمدرسة في مسجد الرحمن تحت إشراف الأستاذة قراب نادية. شاركت في مسابقة القرآن الكريم، بحيث شاركت ب10 أحزاب، تحصلت على المرتبة الأولى بحفظ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب هامل يونس، تحصلت على المرتبة الثانية في مسابقة حفظ القرآن الكريم، شاركت ب15 حزب، وأشكر ونسأل الله أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين.